تؤمن بوجود الجن؟ هل من الممكن أن تمس الإنسان وتلبس جسده؟ أنا شفت أغرب قصة في حياتي. أهلا بكم في كلام خرافات في حلقة المخاوي. الحقيقة مش أنا اللي كنت المخاوي أو الممسوس، ده واحد صاحبي اسمه عبد الموجود. أنا وهو كنا أصدقاء من الجيش، وكنا مع بعض على طول، وكنا مع بعض في الخدمة، ما كناش منفرق بعض. الناس كانت بتخاف منه، من نظراته، عينيه الواسعة اللي بشكل مخيف، وهو بيبصلك تحس ان هو مش بيبصلك انت تحديدا، بيبص لحاجة واقفة وراك. بس مش مهم، انا بحب اتكلم معاه. انسان بجد متفائل وطيب ويبهرك بكلامه، حد تثق فيه فعلا. لحد ما في يوم حصل لي مشكلة كبيرة في الجيش، في الخدمة بتاعتي. كان في عسكري حاول يهرب من الخدمة، وللأسف كان معاه السلاح بس اتقبض عليه. بعد كده طبعا الدنيا اتقلبت، وأمن الجيش جه والأمن جه الكتيبة، والدنيا اتشقلبت، وابتدى يحققوا مع كل الناس عشان عايزين يعرفوا مين المسؤول عن اللي حصل ده. المشكلة اللي أنا كنت مسؤول عن الكتيبة، عن العساكر اللي في الكتيبة. كان في مديري أكبر مني، طبعا أنا في ورطة كبيرة جدا، لكن حاجة زي دي توصل للمحكمة العسكرية ومستقبلي هيضيع، وأنا قاعد بفكر في كل الكلام ده واللي يحصل واللي لسه هشوفه. قطع حبل أفكاري يا عبد الموجود لما جه قاعد جنبي وابتسم وقال لي ما تخافش، محدش هيعرف يعمل لك حاجة. وضحك. اتوترت أكتر، يعني أنا مش فاهم. قلت له يعني إن أنت بتقوله ده، دي محكمة عسكرية مش لعبة. لقيته قطع كلامي وقال لي أمن الجيش هيجي بكرة عشان يحقق مع الناس هنا، وهيحقق معاك أنت، بس مش أنت اللي هتتأذي عشان أنت مالكش ذنب في أي حاجة. في حد تاني المسؤول وهم هيعرفوه. مين ده؟ ما أقدرش أقول لك، بس المهم إن مفيش حاجة وحشة هتحصل، صدق. بس اوعى تجيب سيرة على حد باللي أنا قلته لك ده. سابني ومشي. مش عارف ليه حاسس ان انا ارتحت للكلام، في جوه راحة من جوايا. الساعة 8:30 كان امن الجيش موجود، وابتدينا التحقيق، وانا كنت مرعوب. في نفس الوقت كلام عبد الموجود عمال يتردد في دماغي، وابتديت احس ان انا مطمئن، والموضوع عدى وانا ماليش اي علاقة باي حاجة الحمد لله. واللي قالهولي كله حصل بالحرف. حسيت بتوتر كبير من صاحبي، وقررت ان انا احكي لحد معانا، وابتديت احكي على اللي حصل مع عبد الموجود، ولقيته بيرد عليا عبد الموجود مخاوي جن. يا عم اكيد لا، ده غريب جدا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وهو اي حد بيعمل تصرفات مثلا غريبة او اي حاجة يبقى مخاوي جن؟ ما ممكن يكون عنده مثلا شفافية او بيتوقع يا عم، عشان هو قلبه ابيض. طبعا انت مش هتصدقني. لا مش هصدقك بصراحة. اي حد بقى في الدنيا طمنك بكلمتين او اي حاجة ومثلا تصدف تحصل يبقى هو كده مخاوي؟ لا طبعا الكلام ما يخشش العقل. طب انا هثبت ده ازاي يعني؟ ايه هتجيب لي عفريت؟ قال له انا هثبت. في نفس اليوم بالليل كنا كلنا نايمين في الأوضة، محمد جه قرب من عبد الموجود وهو نايم، ومسك راسه وقعد يتكلم بصوت واضي جدا، وصراحة كان بيقول حاجات هي مش مفهومة، معرفش بقى دي تعويذة ولا طلسم. أنا كنت خايف. اللي أنا شفته إن عبد الموجود ابتدى يترعش جامد جدا، وابتدى جسمه ينفد، يطلع أصوات غريبة مرعبة بمعنى الكلمة. محمد بصلي وقال لي صدقت دلوقتي؟ انت عملت ايه؟ الله يخرب بيتك. المشكلة ان عبد الموجود نايم عادي جدا ومفيش اي حاجة. ايه مش انت ما كنتش مصدقني؟ صدق. ومشي وسابني. سرير عبد الموجود فوق سريري تحديدا. انا نايم، فتحت عيني لقيت عبد الموجود باصص لي من فوق السرير عنده وبابتسامة مرعبة، ونزل راسه ووشه بقى في وشي. عينيه مخيفة بتدريجيا بتتحول للون الاسود كحل، وانا مش عارف اقول له ايه. ابتسم لي واتعدل ونام. الصبح لقيت عبد الموجود بيقول لي انا زعلان منك، بس انت عشان حبيبي هسامحك ومش هخلي حد يقرب لك. انت بتتكلم عن ايه؟ انت عارف كويس انا بتكلم عن ايه. بس محمد
ليه حساب تاني عشان يحرم يتدخل في اللي ملهوش فيه. محمد من النهارده مش هيشوف النوم، صدقني. كلامه قلقني. عدت فترة الدنيا كانت هادية لحد ما محمد تدريجيا ابتدى كل يوم نسمعه بيصرخ وبيجري، ومكناش نعرف هو فيه ايه. محمد اتطرد من الجيش وتحول للأمراض النفسية. اللي أنا عرفته بعد كده إن محمد مات في حادثة عربية، هو ده قطر ومكتوب. أنا عارف ومتأكد إن عبد الموجود ملهوش علاقة بموت محمد، بس من ساعة الموقف ده أنا ما بتدخلش في حياة عبد الموجود نهائي. إحنا صحاب لغاية دلوقتي، بس في حاجات أنا مش بتعدى حدودي معاه فيها، ودي كانت حكايتي مع صاحب المخاوي. طيب، وهنا أكون وصلت لنهاية كلام خرافات، وأقدر أقول لكم دلوقتي إلى اللقاء.